لما قعدنا في بيوتنا في الكورونا حصلت مشاكل كتير لأن احنا مش متمرنين نقعد في وش بعض فترات طويلة، وظهرت طبقات من السلوكيات فيها بعض الملل وفيها بعض الزهق وفيها بعض عدم التعاون حتى بيننا وبين بعض واحنا في البيوت. وكأن ظهر ان احنا محتاجين نستعيد آداب النبي عليه الصلاة والسلام والسنن المنسية وهو في بيته، حاله باللغة بتاعتنا يعني اللي بنقولها على نفسنا، المود اللي الواحد محتاج يقعد بيه وهو في البيت وسلوكياته وهو قاعد مع أهله. وطبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للرجالة والستات، فالكلام للرجال والستات. 6 آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته. الحاجة الأولانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه، ما كانش بيتعب حد، كان بيشوف إن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته، فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه، طلع منه أي حاجة فيها أذى. ولو عايز يشرب كوباية لبن ما يقولش هاتولي لبن، فالناس تروح تجيب المعزة وتقعد تحتها تحلب، هو اللي كان يعمل كده. ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها لنفسي، يخدم نفسه، كأنه دايما إضافة على الناس. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بدل ما يبقى بياخد، لا، هو العطاء هو الأصل في صلى الله عليه وآله وسلم. كلام للأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم، وتبقى الأم وسطها مقطوم من كتر الخدمة في البيت، والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة. فأول حاجة خدمة النفس في البيت. تاني حاجة النظافة. النظافة، الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب، ويبقى قاعد في بيته مش حاطط برفان ولا غسل سنانه، وقاعد بالفانيلا الداخلية عارف القديمة اللي فيها نقرة مقطعة، وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله. أكون مع أبويا وأمي ولا أكون مع مراتي ولا أكون مع جوزها، الأسرة دي هي أولى الناس بخيري. وسئلت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وكانت السيدة عائشة تقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر، بيحط العطر في مفرق رأسه، وكان يكثر القناع. القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فإيه تبقع كده، كأن ثوبه ثوب زيات، كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر، كأن ثوبه ثوب زيات. فالحتة دي مهمة قوي، لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم، ودي سنة من سنن النبي المنسية صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الضحك في بيته. الكلام ده للرجالة وللستات، لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجالة إنه قاعد مقريف في بيته، ويتوصف الستات إنها قاعدة منكدة في البيت على جوزها، أو العيال قاعدين ساكتين باصين كده في الموبايلات. البيت ما فيهوش روح. سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. أيوة، ما هو الضحك ده بيجدد الحياة ويحسسنا إن إحنا قريبين من بعض. وعلى فكرة اللي بيحاول يضحك المقربين منه ده إنسان متواضع، لأنه عايز يشوفهم فرحانين، مش هو التقيل ابقوا ضحكوني وهزروا انتوا وانا كده ايه اهز دماغي كده، لا، ده انا هفكر في افكار تخلي الوقت جميل، عشرة كأنك عايش في الجنة في الدنيا. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في عشرته في البيت انه كان بينده السيدة عائشة بالدلع على طول، فإما يقول لها يا عائش، وإما يقول لها يا حميراء، وإما يقول لها أم عبد الله. هي ما خلفتش بس هو كان بيقول لها يا أم عبد الله. الكنية دي كانت بتفرحها جدا. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت ل3 أجزاء: جزء لربه، وجزء لأهله لأهل البيت، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. جزء لربه اللي فيه العبادة، والجزء لأهله الكواليتي تايم اللي احنا بنقول عليه، الوقت اللي ببقى حاضر فيه. لو أنا ست يبقى مع جوزي، لو أنا راجل مع مراتي، مع عيالي، مع أبويا وأمي، أنا موجود، أنا متاح. وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه، ادى شويه لاصحابه اللي عندهم اسئله، وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم. لان في بعض البيوت في انعزال، يخش البيت كده يقعد على جنب كده في تلفزيونه في تليفونه، ويحرم اهله من اجمل حال فيه، فتبقى العشره مضلمه. بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاه والسلام. اخر سنه من سنن النبي المنسيه
هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بياكل الموجود، بياكل الموجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، السيدة عائشة بتحكي، فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فإن قلت لا قال إني صائم. فبعد ما نوى الصيام، صيام سنة، واحد بعت للسيدة عائشة من البيوت بعتوا للسيدة عائشة أكل، فقالت له: يا رسول الله في حد بعت لنا أكل. قال: هل عندك؟ نعم. لا، هاتي. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقولوا: فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها. يعني هو صام صيام التطوع، بس يبدو أنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل. فقال: خلاص ما فيش أكل، رضا الحمد لله، من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم وأنا نبهت 100 مرة قبل كده، إني صائم. جه الأكل، أكل صلى الله عليه وسلم. جمال ولطف، حياة خفيفة منورة، كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف.